نصيحة استغلوا ما تبقى من فصل الصيف. استغلوا شيء عظيم صراحة. يعني أنا أغبط كل من موفق لهذا الشيء، لهذا العمل، اللي هو أنك تضع كرتون موية ويكون برودتها معتدلة أو باردة، بس يعني كل ما كانت معتدلة أحسن. يعني تحطها في أماكن عامة مثلا ممشى، ولا تحطها في عند مدخل مستشفى، أو عند مدخل، أو في مسجد، أو في أي مكان عام يعني يرتادها الناس كثير. صراحة والله الذكي اللي يستغل هذه. طبعا إذا أخلص لله واحتسب الأجر، يعني ما يبغى من هذا العمل إلا وجه الله. صراحة أجر مو سهل. يعني تخيل إنك، يعني أنا توني والله العظيم هذه طالع من المستشفى ولقيت واحد حاط كرتون برودته معتدلة. والله إني يوم شربتها وفي هالحر إني دعيت له من قلب. يعني ما يعني 100% بتجيك دعوات من قلب من اللي يرتوي من هالموية، ويقول الله يجزاك خير اللي برد علينا في هالحر ومجانا. يعني بتجيك دعوة من قلب لأنك حاطه مجانا كذا. ما الحين حتى اللي يبيعون، والله حتى اللي يبيعون موية، العمال اللي أقصد اللي تلقاهم يبيعون موية عندنا في الشوارع وكذا، إن الواحد يعني يدعي لهم، لأن حتى لو نبي يشتري منهم بفلوس، لكن يقول يعني جاني في وقته. يعني أنا في حر مرة عندي شارة ولا عنده، فكيف عاد اللي حاط الموية بالمجان في أماكن عامة أو في ممشى أو عند بوابات، مثلا بوابة سوق، بوابة موية معتدلة، يعني مو باردة مرة. لأنه إذا جاء واحد كبير في السن أو أي واحد وشاف موية باردة ما يعني كش منها وخاف منها وتركها، لأنه خايف يعني تأثر عليه بحلقة وكذا. لكن خلها معتدلة وحطها، والله الأجر عظيم. بتجيك دعوات مو بسهلة طبعا حتى في الشتاء، لكن في الصيف يعني بيكون وقعها أكبر. فاستغلوا ما تبقى من هذا الفصل، فصل الصيف، اغتنموا الأجر صراحة. يعني 100% يعني ما راح يعني إلا وما يجيك من يدعي لك أكيد. يعني حتى لو ما دعوا لك كلهم يدعوا لك بعضهم. حتى لو واحد دعوة من قلب منه، والله يمكن تصلح كل أمورك. هذه بس لفتة.